اخواتي واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، او صباح الخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما كده، يا رب بصحة وسلام واحسن حال. ويا رب ان شاء الله الصوت يكون واضح المرة دي. اتأخرت عليكم امبارح، معلش ما طلعتش امبارح، كنت في البلد كده، كنت ببارك لابن خالي، الف مبروك مستشار صالح، عضوية مجلس الشيوخ، الف الف مبروك يا حبيبي، تستحقها. الف الف مبروك ومبروك برضو لابن خالي الحسيني وكل اخوالي، الف الف مبروك. طبعا جيت فتحت السوشيال ميديا، قلت اخد لفة كده، فلقيت شوية ناموس كده على شوية هاموش عمالين يتكلموا، والناموس كتير طبعا والهاموش كتير عمال يتكلم، فاحنا عشان نطلع نرد على ده ولا نرد على دي ولا نرد على ده، هننزل من قيمتنا وننزل من نفسنا لو ردينا عليهم. فاحنا يا جماعة مبدئيا احنا انا عمري ما كنت يعني فاتي السر حد، ولا ان انا اقول على حد حاجة. طول عمري كتوم للاسرار، بس لما يفيد بيك الكيل بقى، وتلقى القاذورات طالعة تتكلم، تطلع العيب هنا وتطلع العيب هنا، تقول عليك بتاع مش عارف ايه، وتقول على مراتك مش عارف ايه وايه وايه وايه، وتشتم وما تخليش عندها. طب ما احنا برضه يا جماعة عندنا لسان نعرف نرد بيه، ولا هي كسر عنينا بحاجة ما نقدرش نتكلم عليها؟ ما حدش كسر عنينا بحاجة، نتكلم عليها وناخد حقنا تالت ومتلت منها ومن اللي ادخل منها. جابت لنا العار، جابت العار للعيلة كلها، فضحت العيلة، فضحت العيلة كلها، والكل شاهد على الكلام ده. بس هي عشان تطلع تشتم اهل بيتي وتشتمني ونقعد نسكت ونقول خالة عيالك وخالة والبناتك، لا مفيش خالات تعمل الكلام الفاضي ده وقلة الادب دي، احنا متبرئين منها من زمان، ومشرفناش انها تكون خالة عيالنا. والموضوع مش موضوع رقص بس، الموضوع مش موضوع رقص، موضوع انها شتمت بلدي اللي مربياني ومكبراني، وهانت اهل بلدي، وده دخل وده خارج، وربنا سبحانه وتعالى الستار، كلنا شايفين وكلنا عارفين ايه اللي بيحصل. شايش، اتفضلوا شاي. ربنا الشاهد والعالم ان احنا بنزعل لما بنتكلم على حد بطريقه وحشه، واحنا عمرنا في حياتنا ما كنا بنتكلم بالطريقه دي على حد، بس في حد قدامك كده يجبرك انك لازم تتكلم عليه بالطريقه الوسخه عشان يفوق لنفسه ويعرف حجمه، وما يعيش الدور على اللي معلمينه. يعني انت جاي تعيش الدور على مين؟ ده انت فضايحك كلها عندنا، روح عيش الدور على اشكالك وامثالك اللي ما تعرفكش او ما تعرفكيش. آه آه. تاني حاجة، في ناس بتطلع مخصوص عشان انا، يعني انا لما ظهرت، لما اتحرقت على مراتي جامد وحسيت ان اللي قدامها اللي بتكلمها وتوجه لها الكلام ديت ما تسواش فرطة جزمة في رجلها، بتكلمها بالاسلوب دوت، قلت لا لازم اطلع، كل واحد يعرف حجمه، كل واحد يعرف حجمه، كل واحد يعرف حجمه ايه، و واوله واخره ايه. الحرام التاني اللي بيتكلم، لو راجل، لو راجل روح صور مع واحد من خالاتك او اخوالك، روح عند اخوالك وصور عندهم فيديو، يا بتاع صلة الرحم،
رحم مين يا ابو رحم؟ فوق لنفسك، انت عمال تكتب الكذبه وتصدقها. ده انت غضب ربنا باين على وشك، وبطل بقى النحنحه والسنكحه والحاجات اللي انت فيها دي. وعلى فكره انا عندي حاجات كتير قوي ليك والله. في واحده من المتابعين قالت لي هم الجماعه دول عندهم ايه عشان يورثوه؟ هم عندهم حاجه غير شقه الدقي؟ فاحب اقول لك ايوه عندهم حاجات غير شقه الدقي. عندهم شقتين في بين السرايات، شقه 160 متر وشقه 75 متر. وعندهم تلت في فرن فينو بيتهيالي او حاجه زي كده تبع اخوالهم. الحاجات دي كلها يعني تعتبر تبع مامتهم. بابا ما كانش عنده الا المكتب اللي هو ال 75 متر دوت، اللي هو الشقه القديمه اللي كانوا ساكنين فيها، وبعد كده نقلوا راحوا الدقي، وبعد كده عملها مكتب. واصبح المكتب ده دلوقتي بيتأجر. ماشيه ازاي بقى العمليه؟ الشقه الكبيره ال 160 متر بتاع مامتهم، اخوهم التاني بيقول لهم ماما وهبتها لي، عطتها له، محدش له فيها حاجه. الشقه بتاع المكتب الصغيره دي متأجره، اللي هم بيبعتوا لها 500 جنيه كل شهر، ايوه وشهر لا منها. تلت في الفرن الفينو او في حاجه زي كده، ده كل 6 7 سنة يجي لها فلوس منها، محدش يعرف عنها حاجة. بس لما بتيجي فلوس منها بيخترعوا أي حاجة يقولوا لها اتصرفت فيها. ادي الحكاية. الشقة الصغيرة دي يا جماعة اتسبق قبل كده انها اتباعت، والباشمهندس محمد الله يرحمه رجعها. يعني الشقة الصغيرة دي اللي هي المكتب اللي هو بيتأجر دلوقتي ده كان اتباع قبل كده. مش الباشمهندس محمد كان مسافر ورجع اليوم بايعينه، راح دفع فلوسه ورجعها. الله يرحمه ويسامحه. فيعني احكموا انتوا بقى. يعني انتوا لكم حرية يعني احكموا. الشقة الكبيرة اخوهم بيقول مامته وهبتها لي، عطتها له. ماشي يا عم. الشقة الصغيرة برضه هم اللي حاطين ايديهم عليهم وبياخدوا الايجار وبتاع، وفين وفين لما بيبعتوا منهم 500 جنيه. اللي التلت في الفرن العيش بتاع الفينو التاني بتاع مامتهم برضه، ما حدش بيشوف لهم فلوس الا كل سنة ولا كل حاجة، برضه في عبهم. وشقة الدق زي ما انتوا عارفين طبعا في ايد جوز اختها و... واختها اللي هنا وهي يعتبر. بس هي ملهاش دعوه، هي السريه كلها تخص جوز اختها، يعني هو اللي لعب اللعبه بتاع شقه الدق دي عشان ياخدها. عشان اشمعنى انتوا هنا وهنا وهنا وانا لا؟ فانتوا خليكم مكاننا يعني. لما كان حد بيدي المنى حاجه فما كانش حد بيتجب عليها، ما كانش حد بيتجب عليها، ما حدش بيديله من جيبه. انتوا ما بتصرفوش عليها وتاكلوها، ده انتوا واكلين حقها وبتدوها فتافيت. يعني بتدوها فتافيت من حقها، وانتوا لاقطين الحق كله. ده عشان جوابي على السؤال بتاع الاخت اللي قالت لي هم عندهم ايه ورثوه واكلينها ازاي. يعني يا ريت اكون جاوبتك اجابه واضحه صريحه. واحنا ما بنحبش نغلط في حد، ما بنحبش نغلط في حد، ولا عمرنا كنا بنغلط في حد. انا كلامي موجه لناس معينه. هتخش بقى مطبلاتيه من هنا، مطبلاتيه من هنا، مطبلاتيه من هنا، تحت جزمتي ما بعبرش حد فيهم. اهم حاجه عندي الهدف اللي انا داخل عليه، لسبب الفضايح اللي احنا فيها دي كلها، وقله القيمه وقله الكرامه اللي احنا فيها دي كلها. وهي عندها حق تعمل اكتر من كده، طول ما في واحد مطبلاتي معاها على اليوتيوب عمال يطبل لها ويعتبر اخوها. بس انتوا عارفين طبعا المصالح بتتصالح. اخوها ده المطبلات بتاعها اللي يطلع يطبل وراها.
كنت ايه رايك يا جماعه ده تخليها رقصت وهو واقف على الحصان. يعني هو كان واقف ورقصت على الحصان وهو عمال يهز لها الحصان ويهز في كتافه. يعني ده راجل مش واخد على، يعني عادي، يعني العمليه ايزي. ايزي. اه ده اللي يقعد يقول لك يا بخت اللي اخوها راجل، ويقول لها رايحه فين وجايه منين وبتعملي ايه، عيب ومش عيب. لكن ده اختهم السبعه. انما اخوهم التاني زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو التاني، الراجل ده ملوش دعوه باي حاجه الراجل دوت ملوش دعوه بيهم اساسا. لا بيطلع معاهم ولا متبري منها، وملوش دعوه بيها اساسا من زمان وعلامة طوبتها. لكن الاخ الكبير اللي بقى اللي داير في اليوتيوب ده هو اللي مشجعها ومجمد قلبها عشان المصالح. عشان المصالح هو كلها عصابه مع بعضيها بتخدم على بعضيها. بس خلي بالك خير عمك اللي انت عمال تاكل وتحش فيه دوت، والله العظيم حرام. ده حرام داخل بطنك. فوق لنفسك. فوق. البني ادم منا بيخلص في دقيقه. في دقيقه تلقى البني ادم خلاص، يعني ما هتتحاسب على ده كله. وانت عندك بنات. يعني انت عمال تاكل حرام وتجيب في حرام وعندك بنات. يعني بتاخد حرام، بتاخد حق اخواتك وحق اعمامك وحق الدنيا كلها عشان تديها لبناتك، عشان بناتك تاخدهم تديهم لواحد غريب. ان شاء الله لو ربنا كرمهم يعني واتجوزوا. انتوا فاهمين يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني كل واحد حاطط ايده على حاجه. كل واحد بيقول دي بتاعتي ودي بتاعتي ودي بتاعتي ودي ما حدش له فيها حاجه وما حدش له فيها حاجه. فانتوا لو ما حدش يقول كنا بنوكل منى وكنا بنساعدها وكنا لا، ده انتوا بتتمنى فتافيت عشان تسكتوها. عشان ما تقولش عايز حق في في امي، وعايز حق في شقه امي، وعايز حق في فرن امي، وعايز حق هنا ولا. انتوا لو دفعتوا 100 بتبقى واخدين قصادها 10,000. لو دفعتوا 1000 واخدين قصاده 100,000. انتوا ما بيطلعش منكم القرش الا لما انتوا عارفين ان القرش ده هيجيب 10 او 20. اما التانية اللي قاعدة بره فانا بقول لها انت هيجيلك هتخش على وقت هيجيلك في جنان. هتبقى ماشية في الشارع تشد في شعرك. وخلاص انت قربت على المرحلة دي، لان انت ظلمت ناس كتيرة جدا وافتريت عليهم. وفي ناس تقول لي ان يعني ربنا حليم ستار وما تفضحش ولاية، انت راجل وانت مش. هو انا عشان راجل يعني يا جماعة اسمع شتيمتي وتهزيقي انا ومراتي وعيالي واقعد استنى احط ايدي على خدي واقول ده انا راجل؟ اشتم عادي واتهزق عادي. يا جماعة الكرامة عند اي حد، عند راجل او ست. كل واحد عنده كرامة. كل واحد عنده كرامة وانا مراتي وبناتي كرامتهم من كرامتي. اللي يمسيهم او يجرحهم يبقى مسين او جرح. فيعني ايه؟ دي ما تبقاش ما تسواش بصلة. سيرتها الذاتية زي الزفت. يمكن الزفت احسن منها شوية. سيرتها الذاتية هباب الهباب. وتطلع تتكلم تقول كذا وكذا وكذا، ما ينفعش. لازم تعرف حجمها وتعرف هي اساسها ايه. لان هي بتكذب، اكتب على الغرب ماشي. الناس الغريبة اللي ما تعرفكيش وتعرف اساسك وتعرف اصلك اكدب عليهم بقى براحتك وتفشخري براحتك. وارسموا عليهم طول الشحاتة بتاعك اللي انت بترسميه كل مرة ده براحتك. والمطبلاتي وجوز الصفرة يطلع يطبل لك ماشي، المطبلاتية التانيين يطلعوا لك ماشي. دول ماشي يطبلوا معاك مصدقينك لان انت كسر عليهم. ومش انت اللي بتدفعي، التانية بتدفع الهاموش والناموس بتاعك يطلع. الذباب. الذباب يكسر. لما انا بظهر الذباب بيكتر جامد. والله يا جماعة يعني
انا باخد رايكم. اكمل في كشف سترها، وربنا سبحانه وتعالى عالم ومطلع ان احنا اللي اتظلمنا واحنا بنجيب حقنا. هي والحرام التاني، ولا نديهم فرصة ان ربنا حليم ستار؟ ردوا عليا يعني، قولوا لي رأيكم ايه. طبعا انتوا شايفين ان هي عمالة تعمل اي حاجة في اي حاجة، عمالة تغلوش على حكاية البوكس والبنية والبتاع. لما اتفقست اتعرفت انها كدابة وممثلة، بعد ما كان جالها ارتجاج في المخ وعايزة قرنية وعيني ما بشوفش بيها، دي جابت دم، ده النن ابيض والنن احمر. طلعت كدابة وممثلة زي كل مرة. فبناء عليه طلع تعمل فيديوهات تاني على. انت مالك انت ومال حمدي وفاء؟ انت هتقارني نفسك انت بحمدي وفاء؟ الناس دي بدأتها من الصفر، من تحت الصفر، لحد ما بقى زي ما انتوا شايفين، ربنا يفتح عليهم ويوسع عليهم. انت مالك ومالهم؟ انت اللي هتروح تديهم نصيحة؟ يا شباب كنت نصحت نفسك، كنت نصحت نفسك. بس انا بتهيألي الله اعلم، يعني البنية اللي تحت عينك دي بنية رجالة، مش بنية حريمي، دي ايد رجالي. وشكلها كانت قريبة منك جامد، لان الخبطة ايه، رشقة. يعني كان حد يعني وشه في وشك بمعنى اصح، وقريبين من بعض، والبنية رشقت، وبنية رجالي مش حريمي. لكن انت عشان طبعا انت عارفة ان انت ملوثة، لا قدرت تبلغي ولا قدرت تتكلمي ولا قدرت تعملي حاجة، فتحت نفسك بالكذب وخلاص. فيعني انا عندي ليك الكتير. ويا جماعة اللي بتسألوا على الارض بتاع مين، يا جماعة الارض بتاع عمه. الارض قسما بالله العلي العظيم تلاتة بتاع عمه، هو اللي شاريها بحر ماله. والحرام اللي قاعد فيها دوت كان غفير عليها، على يدي. كان بياخد مرتب شهري، كان بيعلم عياله في مدارس خاصة، وقاعد واكل شارب نايم متجوز فارش بيته، كل ده من عمه. مرة واحدة كده بعد الشنط اللي اتاخدت من تحت السرير، هي بقى اللي غيرت الدنيا كلها. وهحكي لهم حكاية الشنط ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وبخلي جوز اختك ينفعك. بس انتوا بقولولي نكمل في كشف المستور بتاع العيلة ديت، اللي واكلين حق ام عيالي، مفكرين نفسهم بيتفشخروا عليها انهم اعلى منها. قسما بالله المرات دي جزمتها برقبتكم كلكم. حتى هي لا عندها نفاق ولا رياء ولا مطبلطية ولا بتحب الحرام. دي اهم حاجة في مرات، انها عمرها ما سمحت للحرام يدخل البيت. بس هي متربية وانا متربي وعارفين الحلال والحرام. بس احنا حلفنا عيالنا يتربوا بالحلال، يتربوا بالحلال. لكن هتقعد بقى تحط لي مناخيرك بقى في السما وتقعد تتفشخر بقى وتعمل لي وانت جرشك ده كله مليان حرام؟ يا ابن ربنا سبحانه وتعالى الحلال والحرام ده بيبان على الوش، وانت سبحانك يا رب وشك ده هبابة. المال الحلال او الحرام بينور صاحبه او بيطفي صاحبه. مهما تلبس ومهما تعمل ومهما تحاول تغير من الاماكن وتروح وتيجي، وكل دي معروفة انها فلوس حرام، كلها معروفة انها فلوس حرام. فاحنا نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يعني ان يسامحنا على الكلام اللي احنا قلناه. وانتوا قولوا لنا يا جماعة. انا قلت حقائق قسما بالله، انا عمري ما كدبت ولا بحب الكذب. فيعني ان شاء الله باذن الله
اللي جاي هيبقى بسات ان شاء الله باذن الله. وعايزين تعرفوا حاجه قولولي، عايزيننا نتقي الله فيهم ونسكت زي بعض القنوات ما بتقول. محمد زي خالد عيالك ودخل عيالك. يا جماعه خالد عيالي بتدعي على عيالي، بتقول لمنى تصرفوا فلوسك على عيالك وعلى مرضها. الله اكبر يعني في عينيها. انا عيالي دي احنا شقيين وتعبين عشانهم، زي احنا متربينا ما اتحرمناش من حاجه، فاحنا بنحاول ما نحرمهمش من حاجه. وانا مش زي واحد كنت بقعد استنى لاخر الشهر عشان حد يديني عشان خاطر اكلهم واشربهم. احنا ربنا اللي يعلم، الحمد لله رب العالمين مفيش قرش بيدخل البيت ده الا حلال. وفي اوقات كتيره جدا بنبقى قاعدين مش لاقيين نجيب الفطار، بس الحمد لله رب العالمين نعمه من عند ربنا. عيالنا بيصبروا ما بيتكلموش وما يفتحوش بقهم، لانهم عارفين ان احنا ما بنحرمهمش من حاجه لما يبقى في حاجه. فتيجي انت يا حقيره، يا اوسخ تربيه اتخلقت على وجه الارض، تشتمي ولادي؟ يا خدامه، يا نصابه، يا حراميه، اكبر نصابه على اليوتيوب قسما بالله. وبتعملي ده كله لمين؟ ما هم اخواتك اللي هياخدوه. انت بتعملي لهم يعني وهم عارفين، يعني هو التاني عمال يطبل لك على كده، عايزك تموتي دلوقتي قبل بكره عشان هو اللي هياخد كل حاجه. هما بيطبلش كده ببلاش يعني، هما بيستنوا اي حد يموت كده ولا بتاع بيروحوا عاملين اي حاجه ويروحوا واخدين حاجتهم. انت عندك بنتين، هتبص تلاقي انت متي وحاجتنا بتاعتنا احنا اللي بنورثها، مع ان محدش عارف، يمكن ربنا ياخد اجله هو الاول قبليك. الاعمار دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فانا قلت لكم يا جماعه، ان كانوا عطوا منى جنيه هم واخدين قساط وشقق او حاجات بملايين. فما حدش اتجب على منى بحاجه، ده هم واكلين نفسها واكلين حقها في الشقتين والحاجات اللي انا قلت لكم عليها. يلا ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، والله المستعان. وقولوا لي يا جماعه نكمل ولا نديهم فرصه، عشان خاطر يعني برضو ايه. اه يلا هستنى ردكم في الكومنتات واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.